طبعا مشاهدينا الكرام، يعني هي من التقارير الجميله اللي بتذكرنا شوي بالحنين لايام الطفوله، وبتخلينا نشعر هلا كيف اولادنا عم يشعروا لما بيزوروا بيت الجد والجده. صح رنين؟ اكيد، وهو نوع من التواصل الاجتماعي اللي موجود وبيميز مجتمعنا، ودائما يمكن سوريا بتتميز فيه على مستوى العالم اذا فينا نقول. صحيح. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا التقرير اللي حكينا انه قد ايه بذكرنا بالمشاهد الدراميه، وبالاضافه لهذه المشاهد هناك مسلسلات كامله صورت بكل صدق العلاقه الحلوه بين الجد والجده. هذا التصوير الدرامي يلي كثير بيستهوي اصحاب الموهبه لحتى ينضموا لورشات عمل اعداد للممثل مهما كانت اعمارهم. ضمن هذا الاطار بنلاقي العديد من الورشات الفنيه يلي عم يشتغلوا عليها فنانين بالتعاون مع مراكز ومؤسسات ثقافيه لتدريب الهواة على فن التمثيل، ومن ثم تقديم هالمواهب بمشاريع فنيه على هيئه عروض مسرحيه او اعمال دراميه، او حتى تاهيلهم للدخول للمعهد العالي للفنون المسرحيه. بالتأكيد ليال، ومن هالورش مشاهدينا الورشة التي يشرف عليها المخرج المسرحي وائل ناجي بالتعاون مع المركز الثقافي بمشروع دمر ودار الأوبرا بدمشق. وهالورشة طبعا ضمنت ما يقارب 60 متدرب من أعمار مختلفة عم يتدربوا على رسم رحلة خاصة بمشروع قارب على طبعا فتح ستارته. والحديث أكثر عن هذا المشروع معنا وعن ورش طبعا إعداد الممثل معنا في الاستوديو الفنان والمخرج المسرحي وائل ناجي. أهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، صباح الخير. يسعد صباحكم. وبدنا نقول له صباح الخير لليث ناجي ابنك. اهلا وسهلا فيك حبيبي. وكمان معنا ليانا شملات. اهلا وسهلا، اهلا صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. ممثلنا الواعد اهلا فيك وهالقبعه الجميله. وليانا اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم المسرح والتجسيد البصري هو احدى اللغات اللي يمكن نعبر فيها عن انفعالات الاحاسيس اللي عم نعيشها اليوم. حديثنا عن مسرح الطفل. خبرونا بارائكم، اسئلتكم واستفساراتكم عبر رقمنا الخاص بالواتساب، ولكن خلونا بدايه نروح لتقرير الزميله لما زعرور وراجع. العالم كله عم يسألنا انتو والله كيف عايشين، قلتلن هيدي بلدنا صرنا عليها معودين، سياحة فن ومعاني. مسرحية ضمن مسرحية، أبطالها مجموعة من براعم المستقبل. مسرحية الرحلة انطلقت بروفاتها منذ عدة أشهر، مستمرة حتى الآن بقيادة المخرج وائل ناجي مع مجموعة من الأطفال الذين قرروا أن يوصلوا رسالة سامية من خلال حكاية رسموا تفاصيلها على خشبة المسرح بكل إبداع وتأثير. هلا هي بنت بتحب الباليه، كانت عم تدرس باليه بإحدى المدارس، بس صار معها ظرف خلاها تتخلى عن هذا الحلم وتجي لدار الأيتام. بعد دار الأيتام بتصير عندها هي هواية إنه ترجع مرة تانية توقف على المسرح، لأنه هي كان شيء من حلم والدها ترجع توقف على المسرح وترقص، لأنه كان حلم والدها وهي حابة تحققه. يعني ركيزته الأساسية إنه هي بتحب توقف على الباليه وتدرسه. جينا لهون لقينا في الأستاذ وائل ناجي الله يعطيه العافية عم يتعب أحلى يعني معاهم، وأنا عم بحضر معاهم شوف يعني شغله وتعبه، وشايفة بعيونه الشباب والصبايا حب المسرح وحركته بالمسرح وحلوه. الرحلة تحكي قصة واقع أليم، واقع أطفال تفتحت عيونهم على زمن الحرب فكانوا جزءا من آلامها، ما دفعهم لخلق وإبداع شيء يوصل ما بداخلهم إلى العالم أجمع. أنا دوري بكون هيك إما لكاتي هيك يعني أيامهم بتضيع مني، وبيكون حدا هيك أخذ لي إياها وما بلاقيها. قد إيه لك عم تتدربي؟ هيك إنه كل يوم بالأول جيت هيك صرت أتدرب معهم أعمل حركات وهيك، بعدين صرت يعطيني جمال، وبعدين صرت هيك أحفظهم كلهم، عشان هيك جيت على المسرح وبحب المسرح كثير. إلنا فترة سنة من بروفات، من حركات، إعداد ممثل للأصوات والحركات واللياقة، والوقفة الممثل المهمة على المسرح كنا عم ندرب عليها، وبلشنا من جديد بالعرض المسرحي اللي بدنا نتوج فيه كل شيء كنا عم نشتغله قبل. أنا كنت عامل مسرحية قبل هاي
نجحت المسرحية وهلا اجيت لهون صرت هيك امثل. هلا نحن المسرحية هي من ضمن الشيء اللي نحن عم نعيشه، فأنا دوري طفلة بدار أيتام، وبنشوف بعدين كيف إنه نصور حياتهم يعني بعدة قصص يعني. هلا هذا الدور، هذا الولد كل ما بده يخطب خطاب الولاد عم بيستنوا له حتى يخلص خطابه، ما بيحبوا خطابه، شايف كل مرة حدا بيقاطع بيقول له خلص طول بالك. المسرحية تضمنت عددا كبيرا من الأطفال الذين تفاوتت أعمارهم بين صغير وكبير. قام بتدريبهم من الألف إلى الياء المخرج ناجي، لنجدهم يتراقصون سوية بروح واحدة وإطلالة ملفتة ونفس واحد على نفس الإيقاع بكافة التفاصيل، ليشكلوا لوحة فسيفسائية بألوان الطفولة، ألوان سورية. هيدا البلد مش طبيعي ونحن مش طبيعيين، في أحلى بلد عايشين. كثير فكرة جميلة وغنية أيضا، ويمكن أنها تكون غير مسبوقة ببعض المناحي، هو تدريب بعض المواهب بشكل خارج عن النطاق الأكاديمي أو خارج المؤسسات اللي تعودنا عليها كالمعهد العالي للفنون المسرحية أو ما شابه. هذا الشيء اللي بيسأل حضرتك عنه الفنان والمخرج والمشرف على هذه الورشة وائل ناجي، شو الهدف من إقامة مثل هذه الورشة التأهيلية لإعداد الممثلين من كل الشرائح والأعمار مثل ما شفنا بهذا التقرير، خاصة أنه خارج عن المؤسسات الأكاديمية اللي بنعرفها، يعني إلى أي مدى ممكن يكون فعلا في آفاق للخريجين من مثل هذه الورشة؟ هلا هو بالبداية هو موجود من زمان. هي المنظمات الشعبية، الطلائع، اتحاد شبيبة الثورة، المسرح الجامعي، كله كان عم يكمل بعضه مع المعهد العالي للفنون المسرحية. هلا بالفترة اللي نحن عم نشتغل فيها الأولاد بهذا العمر عم بيكونوا كثير عندهم إرادة قوية، عندهم حب، عندهم شغف للمسرح، موهبة تماما وموهبة. هذا الحكي هو لحاله لما يمتلك أدواته بيلاقي حاله تماما صار على السكة الصح، وبالتالي صار عنده خيار انه هو يفوت على المعهد العالي للفنون المسرحية. حلو كثير. يمكن نحن عم نشوف انه خاصة يعني الممثل السوري بشكل عام متميز سواء كان كتمثيل او كصوت، فبيهمنا كثير ان احنا نرفض الساحة بخبرات وطاقات وما نقتصر ممكن على الجانب الأكاديمي. خلينا هلا بس أنا آسف، نحن بدنا نذكر مثال كثير مهم فضل. على المسرح اللي ما له علاقة بالأكاديمية. عندنا الكبير أيمن زيدان. نعم. طبعا بداياته كانت بالمسرح الشبيبي ريف دمشق، وفيما بعد دخل على المعهد. أكيد بنوجه له كل التحية الأستاذ أيمن. اليوم أستاذ وائل خلينا نحكي عن الأعمار يلي عم تكون موجودة معكم، من أي عمر عم تستقبلوا لأي عمر، وأيضا في معايير معينة، يعني ممكن نحن في شروط محددة بدنا إياها متوفرة بهذا الطفل أو بهذا الشاب؟ هلا الأعمار عم تكون من عمر تقريبا 6 سنوات للبكالوريا. هلا بداية كنا نحن ندرب بس هي الفئة العمرية اللي لها علاقة ب6 سنوات ل 13 سنة. مع وجودنا بالساحة بالمسرح صار في إقبال كثير حلو. وبالتالي صرنا مضطرين انه نستقبل كل الأعمار. هلا عم بيصير في توليفة كثير حلوة بيناتهم، يعني بين الصغار وبين الكبار، وبالتالي عم ياخذوا من خبرات بعض، بالإضافة للشيء اللي نحن عم نعطيه على المسرح، فعم يطلع لنا صورة كثير حلوة وجميلة، صورة ملونة. أي تماما. كثير جميل هذا الكلام، خاصة إنه عم بتوظفوه بتصور بإطار عمل مسرحي. أنتم عم تشتغلوا عليه صار لكم 3 شهور، يحمل عنوان رحلة، وعم تعملوه بين أو عم تتدربوا وعم تقيموا هي الورشة بين ثقافي دمر وبالتعاون أيضا مع دار الأوبرا، دار الأسد الثقافي والفنون. هو بس توضيح صغير، هو وزارة الثقافة تربية الطفل مع اليونيسف. طبعا العرض رح يكون طبعا بشرفنا تكون معنا دار الأوبرا، واذا صار العرض طبعا هلا نحن بالمراحل الاوليه في موافقه مبدئيه العرض يكون على دار الاوبرا، طبعا بالمركز الثقافي بمشروع دمر بما انه صار تابع لدار الاوبرا. تماما. طب انا عن هذا العرض تحديدا حابه انه اسال، بلشتوا فيه من 3 شهور، هو ضمن اطار الورشه نفسها، يعني اعداد الممثل عم بيكون ضمن اطار هي المسرحيه اللي رح تتوج نتاج عمل هي الورشه، مزبوط؟ تمام. خبرنا شوي عن العرض. هلا نحن بكل مشروع له علاقه بتدريب الاطفال بالنتيجه لازم يكون في نتاج لهذا المشروع. هلا هذا النتاج له علاقة بتشاركية مع الأطفال،
يعني انا بشاركهم حتى بموضوع الاخراج، حتى بموضوع الكتابه. نحن بنكتب النص ولكن بنضيف كثير شغلات ظريفه غير اللي مكتوبه على النص. هلا طبعا هذا الحكي بيفتح افاق كثير حلوه عند الطفل، وبيملكوا ادوات جديده هو ما كان بيعرفها. هلا نحن بس خلينا دائما نقول الطفل ما بدنا نطلع من مرحله اللعب على المسرح تماما. يعني هذا اللي بيفرق بين انه انا لما بدي احط الطفل بقالب، هذا القالب ممكن ياثر عليه فيما بعد، ياثر طبعاً على ادواته طبعاً. بينما اذا كان حر وطليق وكثير مرتاح على المسرح أكيد. فبالتالي حيكون مبدع كثير مهم موضوع اللعب، وخاصة نحن اليوم لما حتى بتقديم المعلومة مهم كثير انه ما نغفل جانب اللعب بالنسبة للاطفال لحتى نقدر نوصلها بشكل صح. يعني ننتقل ليس بدنا يحكي لنا هيك عن تجربته. صحيح يعني البابا هو المدرب بنفس الوقت وانت كأنك بتحب هاي الشغلة، بس ما في واسطة. هلا بدنا نشوف. احكي لنا كيف بلشت بأي عمر؟ يعني من زمان مبلش بالتمثيل؟ وقت كان عمري 3 سنين جابوني على فيلم اسمه يوم جديد. هذا الفيلم فيلم قصير، وانا من وقت لما كنت صغير انا بحب التمثيل. حلو. فجأة عرضت مسرحية اللعبة، وبعدين اجيت على هاي المسرحية اسمها مسرحية الرحلة. هو توضيح صغير، ليس بمسرحية اللعبة كان دوره ما كثير كبير. هلا لما هو تطور وادواته تطورت وصار تماما بيعرف شو يعني انا واقف على خشبة المسرح، شو يعني اتعاون مع اصدقائي على المسرح، شو يعني حب المسرح، شو يعني حب اصدقائي انا بالمسرح. فبالتالي يعني حسب تدريب، حسب تجاوب ليس انت اعطيته دور اكبر. تمام. هذا الشيء بدنا ننتقل ليانا، شو رايك بهذا الموضوع؟ يعني انت بتحبي وشغفك التمثيل، شو فرق معك لما بلشتي تتدربي وفتي بهذا الجو؟ هلا هو اول شيء فرق كتير كبير، صار عندك ادوات جديده وروح جديده ومحبه جديده انت بتألفيها، يعني شيء كتير حلو. بس طبعا كل هذا الجو في اختلافات معينه ضمن الورش الفنيه اللي انا كنت عم اشتغل معها سابقا. شو اللي حسيتيه اصلا بهذا الاختلاف؟ حضرتك يعني كنتي قبل مشاركه بورشات لاعداد وتدريب ممثلين قبل ما تدخلي على هي الورشه؟ ايه انا كنت مشاركه مع ورشه فنيه سابقه، بس طبعا ما كان في روح المحبه اللي نحن يعني ممكن عم ياثر سلبا علينا. تمام. احيانا ممكن تكون غلط، مو محبه او مو شيء، ما في تآلف. بس لما انا اجيت على هذا الجو كثير حبيت وكثير محبه، يعني بتفوتي على المسرح ما بقى لك قلب انك تطلعي منه. انا رح اقطع بما اني مخرج. يمكن انت استاذ وائل عم تقود عمليه التعامل بين بعض، يعني هذا الانسجام والتناغم مفروض فعلا يكون باي عمل والا ما بينجح. طبعا. قولا واحدا. صحيح. بقعدتنا هي اذا ما في حب ما بينجح. لا نقدر نوصل هي الصوره. هي الفكره اللي بدها تحكيها ليانا لها علاقه بالورشات السابقه اللي كانت عم تشتغل، عم تروح لمجرد انه انا عم يجي على هذا المكان واعمل بروفات. هلا لما اجت على المكان الثاني، مو لانه نحن لا عادي مو لانه هي الحقيقه يعني. فهي قالت كانت يعني هي كانت محطوطه بقالب معين، اجينا نحن حررناها. اخذت شيء من صدق وبراءه الاطفال. حلو. هذا الشيء انعكس عليها وانعكس على ادائها، صار في تناغم كثير حلو. هذا الاداء هلا بدنا نشوفه يعني هيك مشهد تمثيلي صغير وعلى الهواء بين ليانا وليس. تفضل. وهي المخرج معكم، والمخرج بالكنترول كمان الاستاذ خطاب كمان موجود، هو كمان رح يوجه لكم، وجه له تحيه. يعطيك العافيه خطاب. تفضلوا. يا اصدقائي الشجعان، يا صديقاتي الوطنات، انتوا الابطال اللي على ايديكم رح تتحقق العداله، ولازم نكون اقوياء وننجح بهذا الاختبار. انتوا لازم تعرفوا انه اللي مقدمين عليه خطير وبيحتاج مننا تضحيه كبيره، ولازم نمسكه ونخليه يعترف. انا ما رح اتهاون وما رح اسمح لكم بانه تضعفوا. خطنا محكمه، اول ما بيفوت بنتقدى عليه ونخليه يعترف. بشو بده يعترف؟ تاتي جوعانه. يا الله من تاتي، استغفر الله العظيم من تاتي. لكن مرة قلت لكم لحظات يعني انا عم بخطب خطاب الناري. ايه خلص انا بعتذر منك. تفضل كمل خطابك الناري. خلص تفضل. خلص هي اخر مرة، يلا استعدوا لشوف. اول ما بيفوت بنقض عليه ونخليه يعترف. يلا بسرعة كل واحد لمكان العمل. وهلا اجى دوري. انا بنت ولدت
طول حياتي هون بالشام كنت عايشة، بس أنا مو من الشام. بابا إجا ودرس بالشام وتزوج من أمي وعشنا حياة ولا بالأحلام. كان بابا ياخدني على دروس الرقص. قصتي إنه بابا عنده أخ واحد بس، ترك بابا المكان اللي كان عايش فيه وإجا يعيش حياته بالشام وتزوج من أمي اللي كانت تدرس معه بالجامعة. خلص مش عم تحكي المسرحية. لا نحن انسجمنا معها، يعني انا كنت بدي اعرف شو صار بابوك، شو صار بامك، هذا الحكي كات، هذا الحكي كات بتيجوا تحضرونا بالعرض المسرحي لحتى تشوفوا. فعلا صرنا متشوقين انه نكون موجودين معكم، وحتى يمكن ليانا وليس يمكن انتم كمان منسجمين بالشغل سوا، يعني فايتين بالمود تمام. مع انه ليانا عم تدرس هلا 11 السنه الجايه بكالوريا وعلمي، وحاطه ببالك انك تدخلي هندسه، وشو اللي اخذك على مجال التمثيل؟ هلا اول شيء انا كثير بحب التمثيل بشكل مو طبيعي، فانا حبيت فوت عليها لوصل الفكره اللي انا حابه اوصلها، لعمل شيء مختلف بشكل عام. يعني مثل ما عم تقولي انه هي يمكن الموضوع رساله، وخاصة نحن من خلال أي عرض مسرحي أو أي عمل نحن قادرين نوصل رسائل كثير. أستاذ وائل، خلينا نحكي عن جانب كثير مهم كمان. اليوم صار امتحان القبول للمعهد العالي شوي صعب، أو ممكن في ناس كثير بتطمح له، ففي إقبال كبير. هذا الشيء بيخلي كثير ناس تتوجه لكم وتقول يلا أرجوكم خلوني يعني من خلينا نعرف شوي كيف عم تدربوا هاي الكوادر، في تفاصيل معينة لازم تكون موجودة؟ هلا لما بيوصل لمرحله الدخول للمعهد العالي، هلا اللي بيكونوا معنا نحن فاوريدي هو صار عنده اشباع كثير حلو بالمسرح. هلا في شروط معينه طبعا بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. بس قلت لي سؤال ملغوم، بدي اعرف ليش قلت لي هيك. لانه هلا يعني طبعا ما حكي، عندي اصدقاء رائعين بالمعهد العالي وبوجه لهم تحيه اذا كانوا عم بيشوفونا، وهن فعلا ممثلين حقيقيين. بس بدي اقول انه مو كل حدا بيقدم للمعهد العالي فهو موهوب. هي الفكره عفوا الفكره من السؤال مو القصد انه ملغوم، بقدر ما هو انه كونه في كثير اقبال على المعهد والمعايير والشروط كثير قاسيه، فانتم عمليا عم تعملوا مثل خطوه مبدئيه انه بتجهزوهم، بيروح جاهز على امتحان المقابله بالمعهد، فبيكون اصلا مهيئ لكل ظروف العمل تماما، فبيتاخذ لانه اصلا عنده ارضيه تماما. ولانه هلا شروط المعهد نحن كلياتنا صرنا بنعرفها، ان كان بده يكون محضر مشهد، اللغة العربية الفصحى، قصيدة، بده يكون في شيء فرضيات على أرض الواقع، بده يكون في عنده ردة فعل كثير رائعة وحاضرة، يعني ذهنه بده يكون حاضر مع يلي عم يمتحنه. صحيح. هذا نحن بنحطه بهذا الجو، بس بدون ما تمثل. لا تمثل، عيش الجو، انبسط، استمتع للحالة، لا تمثل. يعني بس اقول لك 5 4 3 2 انني لا مو هيك. يعني على تماما هو التمثيل انك انت ما تمثل ببساطه شديده. بلش بانني قبل ما يقول لانه نفس الملاحظه كانت توجهت لي انا من فتره، انه انت عيشي. يعني انا بعد ما اجيت من الورشه الفنيه اللي كنت عم بشتغل معها، توجهت لعند الاستاذ وائل وانا ماسكه قالب، يعني ما في حدا يفلتني اياه، عرفتي ماسكه بكاركتير خاص. فشوي شوي لا تغيرت الادوات، واكتشفت انه عندي شغلات كثير جديده، وانا ممكن كثير على هالسيره يمكن ليانا في ناس كثير عم تتابعنا وحابه كمان يعني ممكن تنضم لكم بهذا المشروع الحلو، وايضا تنضم للمعهد العالي. خلينا نشوف يارا. هلا في اشخاص كمان عم يبعثوا لنا مثل افكار لبرامج على الفضائيه السوريه بتخص هذا الموضوع، وهذا شيء حلو كثير انه يبعثوا لنا كل الاراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب بالتحديد. واكيد كل تحيات لكل مين عم يصبح علينا وعم يشاهدنا ويتابعنا ويحاول يمكن اليوم يكون معنا لحظه بلحظه. في احد المشاركات عم تقول صباحكم ياسمين شامي، تحيه لكم لضيوفكم وللمدافعين عن ارضنا ابناء جيشنا الباسل، لجميع العاملين بشاشتنا
الفضائية. أنا محمد زيدان من الشام، بحب وجه تحياتي للمخرج وائل ناجي اللي عم يقوم بدور ناجح بتأهيل وتطوير الهواة من أبناء وطننا الحبيب سوريا لحتى يكونوا اللبنة الأساسية للي تعودت عليه سوريا أنه تقدمه من الثقافة والفنون المسرحية، وبتمنى أنه تشمل هي الخطوة الرائعة كل المراكز والمسارح بمحافظاتنا السورية. أكيد اليوم المواهب عم تكون بكل المحافظات واللي بتستحق مننا أنه نصقلها، وبتستحق كل الرعاية والاهتمام أكيد من كل الجوانب. يمكن اليوم المواهب عديدة وعم نلاقيها بشكل واضح يمكن عن طريق كل شيء أعمال عم تكون على أرض الواقع. أكيد تحية كبيرة لكل القائمين على أي مبادرة عم تكون لرعاية مثل هي المواهب. مشاركة من أدهم الخضر عم يحاول يمكن يعطينا فكرة لبرنامج مقبل، عم يقول يسعد صباحكم مشرق كوجوهكم يلي بتبث بروحنا الحياة والأمل ببناء وطننا الحبيب سوريا. تحية للجنود المدافعين عن سوريا لحتى تبقى صامدة بوجه الإرهاب وقوية. أنا أدهم الخضر من جبلة، بحب أتشكركم على برنامجكم وبرامجكم يلي عودتونا على رؤية محبي ومبدعي أبناء وطننا الحبيب. تحية لكم ولضيفكم الكريم، وأكيد كل الضيوف تحيات لهم ولجميع العاملين بالفضائية. فكرة إقامة ورشات تدريبية لتنمية المواهب بوطننا فكرة جميلة جدا، بتمنى لو منقوم ببرامج للمواهب بيشارك فيها الكثير من الهواة من يلي عندهم الرغبة بأنه يدخلوا عالم المسرح وعالم التمثيل، وهذا الشيء من خلال شاشتنا الفضائية. ولكم جزيل الشكر، أكيد فكرة كثير جميلة، وبنتشكر كل الأفكار والمبادرات يلي عم تحاولوا اليوم يمكن يطرحوها لنا المشاهدين. اكيد كل شيء حلو وكل شيء ممكن نحن نشتغل عليه مستقبلا. هلا المشاركه الاخيره اللي حابين هن يتواصلوا معكم ويحكوا معكم هي مرام يوسف من الشام، عم تقول خطوه حلوه لتنميه المواهب من خلال برامج دار الاسد للثقافه والفنون. بنتمنى تكون في خطوه رديفه واضافيه للي ما قدروا يكونوا بينكم او سمعوا عن هي الورشات انه يشاركوا مره ثانيه، والكم جزيل الشكر. فما بنعرف يمكن بنقدر نخبر المشاهدين كيف بيقدروا يتواصلوا معكم او يكونوا معكم مستقبلا. شكرا يارا، شكرا لكل من تواصل معنا عبر شبكه التواصل. اسئله مهمه وطروحات مهمه. تفضل. ما هو بدي اعطيك مجال لكل الاصدقاء اللي بعثوا لنا، ويعني يا رب هيك نضل كلياتنا بوطننا الحبيب سوريا عم نقدر نعطي قد ما فينا ان شاء الله. هلا السؤال اللي ممكن كثير من الناس يسالوه انه اذا انتم عم بتاهلوا كوادر وعم بتخرجوهم، ولاحقا بعد انتهاء الورشه اكيد في شهاده قد يكون معترف فيها، قد تكون معتمده من وزاره الثقافه او ما شابه، هذا الخريج عمليا هو صار صاحب موهبه وممتلك لادوات لتكنيك لتقنيات، فاذا قادر انه يدخل معترك التمثيل بدون شهاده اكاديميه، بدون هذا يعني ممكن يحصل على فرصه اكثر من هذا الطالب يلي تعب 4 سنين بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. فقدين احنا هون اخذنا من فرص الطلاب يلي عم يدرسوا بالمسرح بشكل اكاديمي وعم يبذلوا جهد وعم يتعبوا. هي التفصيله كثير في بعض الاشخاص يمكن يشعروا بنوع من الغبن بهذا الموضوع. سؤال رائع ومهم الحقيقه، لانه طبعا الطالب اللي عم يدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحيه اكيد له الاولويه المطلقه انه يكون موجود على الساحه، هذا لا شك فيه. بس كمان نحن خلينا نشوف الشخص يلي لظرف ما قدر انه يكون متواجد بالمعهد العالي، ربما لسنه، ربما ما وافقوا عليه لشرط معين بالمعهد العالي، وعنده هذا الطموح الجامح لحتى هو يصير فنان. بنقول له تخلى عن حلمك وعن الشيء اللي انت حابه. بده يلاقي البدائل بس ضمن السكه الصحيحه يلي حتقوده تدريب بالضبط. يعني فورا. يعني هلا انا ما قدرت فوت على المعهد العالي للفنون المسرحيه لعمري. طيب بس رحت على ورشات فنيه، كان الاستاذ جهاد سعد بوجه له التحيه اكيد، قادنا باحد الورشات، كان الاستاذ فايق رؤسوسي خريجي مصر طبعا هن معهد عالي للفنون المسرحيه، كمان بوجه لهم التحيه. حاولت لحالي ابحث، وبالنهايه اللي هو صح قولا واحدا بده يوصل طبعا بغض النظر، ونحن بنكمل بعض. بس بنفس الوقت استاذ وائل يعني هذا الكلام اللي تفضلت فيه وتفضلت فيه ليال فعلا هو كثير مهم. في نقطة كمان مهمة، يعني نحن كسوريين متميزين على مستوى الدراما، على مستوى الوطن العربي إذا فينا نقول. فخلينا نحكي عن في عنصر كثير مهم
عند الممثل، عند كل ممثل او هو هاجس، هو النجوميه والوصول للمشاهدين. يعني ممكن نحن نكون عندنا كثير ممثلين وكثير حضورهم حلو، ولكن انا وقت اللي بيطلعوا على الكم الموجود هلا حاليا انا ما اعرف اسم الممثل. يا ترى شو العناصر او شو الشروط لحتى نقول هذا الممثل نجح وصل؟ شروط التميز في شيء من الله هيك كاريزما يعني قد ما حكينا كلام اكاديمي ورحنا على الكتب، بس في اشياء بتلعب دور بانها توصل مثلا هذا الممثل شو بيقولوا بر الامان ممكن او صح صح. هو الحقيقه يعني الحقيقه بجوز هي تكون نقطه سلبيه وايجابيه معا، انه انا بدي اشتغل على حالي، بدي اتعب، بدي موهبتي توصل. هلا انا ليش انا قاعد هلا بالاستوديو معكم وفي لي اصدقاء كثير كانوا عم يشتغلوا قبلي بمراحل ما لهم قاعدين هون، فبالتالي هذا تراكم الخبره لحتى انت تطور ادواتك، لحتى انت تتواصل. هلا التواصل الاجتماعي كثير مهم. هو باكج كامل أكيد. باكج كامل موجود عند هذا الشخص لحتى هو يقدر يوصل الشيء اللي بده يوصله. ان كنت انا موهوب فحيبين بالنهايه المسرح انا اسف بيكشف نجوم تماما اكيد على المسرح. طب بدنا نسال بعد اذنك ليث هلا انت بالبيت ابنه للاستاذ وائل، على المسرح انت ممثل مثلك مثل باقي الممثلين مزبوط، بتخضع للقوانين تبعيه المخرج، بتخضع لانه وقف هون اعمل هيك سوي هيك مزبوط. طيب قد ايه هذا الشيء عم بيعطيك مسؤوليه انه انت لانك ابنه للمخرج لا لازم فعلا تبدع، ومثل ما قال انه لا ما في واسطه، لازم انت فعلا بجهدك وبموهبتك، وكيف علاقتك ايضا مع فريق العمل، كيف الاجواء اللي عم تعيشوها الكواليس لك ولا ليانا كمان هذا السؤال. هلا اول شيء شكرا لكم انه دعمتونا، وثاني شيء في شغله كثير مهمه بالمسرح انه تمثيل، انه ما نمثل يعني نكون طبيعيين، يعني نكون طبيعي. هلا لانه هو فعلا طبيعي على المسرح له كاريزما خاصه مبين ما شاء الله هذا عنه. الحكي يعني هلا في عندي كمان كثير، يعني انا بتمنى الكل يكونوا موجودين الحقيقه لحتى بس هن الوان الوان، وهي حتى بنشوف منطلقه الشخصيه. يعني لما ببلش الطفل ياخذ كورسات تدريب على تمثيل او يكون على المسرح او ستيج، فهو بحد ذاته نجاح وبصير شخصيه مختلفه. ما تماما بصير بيشعر بحاله باستقلاليه، ثقه بالنفس اكبر. ليانا اجواء العمل، الكواليس، اجواء العمل كثير كثير حلوه. يعني انت بتفوتي على جو مالك قلب تطلعي منه. اول شيء المحبه هي اهم شيء، التآلف بين بعض. بنفوت بكل قوتنا، بس نحن بدنا نعمل شيء كثير يسر المخرج. نعمل شغلات نعم بزرار فكرة لا هو نعمل شغلات يعني بيطلع انه انتم ولا مره كانكم اخذين كورسات، وبنرجع بقى بنعيد المحاوله. يمكن بتفاجئوه احيانا بادائكم، ويمكن نحن اليوم امام يعني فعلا مشروع هي عم تضحك. يعني بتفاجئوه بتصدموه ولا بتفاجئوه ايجابا؟ يعني مره فلجوني انه عملوا مشهد لحالكم انا حغيب عنكم 10 دقائق، يعني حتى هن يظبطوا هذا. رحت واجيت طب ايمتى رح نشوف عرضكم؟ يعني الموعد اللي رح يشوفوه العالم، وكيف يعني بتحب تدعي الناس اللي عم تتابعنا هلا لتكون موجوده معكم بوقت محدد؟ بنتشرف. هلا اكيد في ميديا حيكون للعرض بشكل عام، لانه احنا بهمنا نوصل لكل الناس لحتى تيجي تشوف اطفالنا الحلوين والكبار الفتيان كمان قديش هن رائعين. هلا المفترض حسب الموعد اللي كنا محددينه بنهايه الشهر الثامن، يعني ب 28 29، ولكن بتعرفي في ضغط شوي. نحن بموسم سياحي الحمد لله، كله فعاليات متتاليه، بلدنا خلاقه وجميله جدا بالمواهب، فبالتالي في كثير عروض فنيه وكلها احلى من بعض الحقيقه. فبهاليومين ان شاء الله ببين، ونحن اكيد نقول امتى تماما العرض. نحن كاعلام وطني اكيد رح نواكبكم مثل ما عم نواكب اي فعاليه وطنيه وثقافيه واجتماعيه عم تتم بالبلد. بتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى لهالشباب الواعد بكره نشوفهم نجوم بمصاف نجومنا الدراميين على المستوى العالمي. اهلا وسهلا فيكم. الفنان والمخرج وائل ناجي، البطل الصاعد ليث ناجي، وايضا نجمتنا القادمه ان شاء الله ليانا شملان. انا بدي اشكركم، اشكر كل الشباب اللي معنا، يعطيكم العافيه شباب رائعين، وصباح الخير لسوريا. شكرا كثير لوجودكم معنا بهذا اللقاء ونورتونا.